طبعا دور المنديل ان هو بيقرا اللحن بتاع الشكمان وبيترجم لنا الهواء اللي خارج من الشكمان لحركه نقدر من خلالها نخمن وجود المشكله. وطبعا ده بيساعد على التشخيص السليم. وطبعا كمان مع الصوت اللي انتوا سمعتوه ده بيكون في وجود رجه كبيره داخل المحرك. يلا بينا بقى نعرف المشكله وتتحل ازاي. اهي اللي عامله زي السلك دي كده، ما شاء الله الموبينه شغاله وكويسه. طيب بص بقى، عشان نعرف السبب ففي حاجات لازم نفهمها. اول حاجه ان عمليه الاحتراق داخل الموتور نفسها عشان تتم محتاجه 3 عناصر. اول حاجه هواء، بعد كده بنزين، بعد كده شراره كهربائيه اللي بتطلع من الموبينه توصل للموتور عن طريق البوجيهات. خلاص، فالثلاث عناصر دول البستم علشان يقف ما يشتغلش فيه هيحصل فقد لاحد العناصر. اما الكهرباء مش واصله له كويس، او اما البنزين مش واصل له كويس، او اما ايه، طبعا الهواء ده هيمنع الهواء عن الكل. طيب لما نركز هنا كده هنلاقي كل حاجه ظاهريا واصله كويس. طيب لما نركز بقى هنا هنلاقي بص كده اهي، هي دي سبب المشكله، ان الفيشه نفسها واقعه. ايه اللي وقع الفيشه بقى؟ ان في لوك هنا زي ما انت شايف كده، موجود هنا، موجود هنا، موجود برضو هنا. الوحيده اللي ما عليهاش اللوك بتاعها هي دي. خلاص، علشان كده بتركب بسهوله. وبص كده لما نشدها هتلاقيها بتطلع بسهوله. خلاص، فطبعا هنركبها وهنجيب لها اللوك بتاعها علشان تفضل ثابته مكانها. فده اللي كان مخلي الموتور شغال، العربيه شغاله 3 سلندر. ازاي 3 سلندر؟ ده شغال، ده شغال، ده مش شغال لان مفيش بنزين، وده شغال. طيب ما كانش شغال ليه؟ لان مش داخله بنزين، فالهواء داخل والشراره مش شغاله، لكن البنزين نفسه مش ايه، مش موجود. طيب الموضوع قد يحصل برضو على الكهرباء. لو لقيت ده مثلا مفصول، يعني ممكن تلاقي ده واقع، وبناء عليه يحصل ايه؟ مش هيحصل ان الشراره توصل. ممكن تلاقي الموبينه كلها شغاله تمام ولكن فاصله فرده واحده بس، فدي مشكله. ممكن تلاقي ان السلوك فيه سلك منهم مقطوع او بايظ، مش هينقل الشراره من الموبينه لمين؟ للبوجيهات. ممكن تلاقي الموبينه سليمه، الاسلاك سليمه، لكن البوجيه نفسه هو اللي ايه؟ اللي فاصل. ودي عاوز اقول لك ان دي من اكتر المشاكل اللي بتحصل مع غسيل الموتور بميه. ازاي بقى تكشف على الموبينه تشوف الموبينه دي شغاله كويس ولا لا؟ هتبتدي بشويش كده، وما تجيبش ايديك هنا، لا هتجيب ايدك بعيد شويه وتحرك بشويش كده واحده واحده، وتقرب منها بعد كده. شايف الشراره اهي اللي عامله زي السلك دي كده، ما شاء الله الموبينه شغاله وكويسه. خلاص، لان ما شاء الله هو الشراره شغاله بشكل ممتاز. وهتبتدي بقى تكرر نفس الموضوع مع اللي تحته واللي تحته واللي تحته لحد ما تتاكد ان الاربعه شغالين. فانت كده هتتاكد ان الموبينه بتاعتك شغاله كويس او لا. طيب خلاص كده قلنا الموبينه سليمه. ايه ضمني بقى ان السلوك دي نفسها، السلك ده نفسه ما يكونش بايظ؟ اروح بقى للسبب اللي بعده، اشد ده كده بشويش. اسمع الصوت ده، سامع الصوت ده؟ طبعا في اسباب تانية تخلي الموتور يتلت، لكن احنا بتكلم في الحاجات اللي انت تقدر تعملها بنفسك، زي الاسباب الظاهريه. راجع دايما على فيش الرشاشات، راجع على الموبينه، راجع على سلوك البوجيهات. طبعا المحرك علشان يكون شغال منتظم لازم المحرك يكون شغال 4 سلندر مظبوط. لما في سلندر منهم بيفصل لاي سبب من الاسباب اللي احنا قلنا عليها، بيبقى في رجه في جسم المحرك بتاع العربيه. بتتحرك ازاي؟ فيها رجراجه كده في الموتور، زي نتشات كده، نتشات خفيفه. طيب الحاجه الثانيه ايه اللي بيظهر كمان؟ بيظهر النتشات دي بتزيد مع والعربيه مخنوقه. يعني مثلا لو هي عربيه مانيوال، اول ما تدي الثاني بعد المطب هتلاقي العربيه فيها تنتيج قوي جدا، والتنتيج ده هيقل مع زياده السرعه. خدت بالك؟ فبرضه دي من العلامات. الحاجه الثانيه هتلاقي صوت تفتفه من الشكمان، صوت كده، هتلاقي صوت العربيه شغال في ايه، زي تفتفه كده. وهتلاقي طبعا في رجه وهزه في جسم الموتور. عاوز اقول لكم في ناس كتير ما تعرفش موضوع التفتفه وبيفضل شغال بالعربيه زي ما هو. ببساطه شديده الحاجات دي تقدر تعملها بنفسك، وتقدر ان انت من خلالها تكتشف موضوع الايه، التفتفه، وتقدر تشخص العطل كمان. والموضوع سهل جدا جدا وبسيط. طبعا ممكن وانت بتعمل الكلام دوت الموبينه تلسعك او الشراره من السلك يلسعك، ما تتخضش، هي طبعا بتبقى لسعه قويه بس مش هتموتك، يعني الموضوع بسيط ما تقلقش. طبعا ما ننساش يا جماعه اللايك والشير، وما ننساش ان احنا نكتب تعليق كويس، واستخدام المنديل مع الشكمان علشان هو بيقرا الايه، بيقرا اللحن بتاع الشكمان. زي ما شفت كده، لما العربيه بتكون شغاله 4 اسطوانات مظبوط بتلاقي ان العادم مظبوط والعربيه بتعد 4 مظبوط. لكن لما بيبقى فيه اسطوانه قطعه بتلاقي طبعا صوت التفتفه، فبتلاقي حركه المنديل نفسها غير منتظمه. فالمنديل بيقرا لك الايه، بيقرا لك الهواء. عارف انت الايكولايزر بتاع الميوزك كده؟ هو نفس الموضوع، بيعتبر هو ايكولايزر، بيترجم لك صوت الايه، بيترجم لك صوت الشكمان لحركه، فتقدر من خلالها تخمن العربيه شغاله 4 اسطوانات ولا 3 اسطوانات. السلام عليكم.